مثل حلو قوي عند المصريين، عندنا هينفعك قوي الزمن ده علشان ما تلبسش كتير وما تتخدعش كتير وما حدش يشتغلك كتير. المثل بيقول لك ايه؟ اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. في الزمن اللي احنا فيه ده، اللي بقى مليان نصب وغش وخداع وتمثيل وسوشيال ميديا وتحليل بيانات، ما تصدقش الكلام، صدق الافعال. بمعنى، ناس كتيرة تخش عندها على البروفايل على الفيسبوك تلاقيه رمز الفضيلة، ملاك نازل بالسماء بيخبي جناحاته جوه الهدوم. تشوف بقى افعاله تلاقيه الشر الاعظم في الكون، احتمال يبقى هو المسيح الدجال ومخبي عننا حقيقته. نفس الحكاية في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها، ناس كتيرة تلاقيها بتمثل يا عيني وعامل لك فيها وظروف صعبة وبعاني وبموت ومش عارف ايه. تيجي تشوف افعاله تلاقي الباشا بيسافر بره، تلاقي الباشا بيغير عربيته كل سنة، تلاقيه مش عارف مدخل ولاده، ربنا يزيده. انا اللي عايز اوصله لك بس ان في الزمن اللي احنا فيه ده النصب بقى كتير والخداع والتمثيل، والناس بقت شاطرة قوي في التمثيل. مش كل اللي بينصحك بيحبك كويس، مش كل اللي بيدعي الفضيلة محترم. طب اصدق ايه؟ اصدق الافعال في الناس، كلامها ماشي مع تصرفاتها ولا العكس؟ لو في تناقض بين التصرفات والكلام صدق التصرفات، لان هي دي الحقيقة. اسلمك اصدقك، اشوف امورك استعجب. صباح السعادة.